ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بينا النهارده هنعمل فكرة جميلة كده ولطيفة وظريفة هنفرح بيها الاولاد واحنا كمان هنفرح معاهم ونغير لهم من شكل الاكل المعتاد. وبقى لو ولادك بقى عايزين يروحوا كنتاكي وياكلوا بقى من كنتاكي احنا هنجيب لهم كنتاكي لحد البيت. يلا بينا نشوف الوصفة والمقادير. معانا هنا نص كيلو صدور فراخ طبعا. على حسب افراد الاسرة، تقللي تكتري ده على حسب افراد الاسرة. انا هنا هقسم كل قطعة بانيه اتنين واحاول ان انا مقطعش البانيه رقيق، اخليه يعني ماسك نفسه شوية محمل شوية عشان ما يبقاش رقيق وناشف معايا في القلية بعد كده. جبت بقى معايا هنا بهارات ومعلقتين زيت، معلقتين اتنين زيت، ومعايا نص ليمونة وعلبة زبادي بلدي. بصوا احنا في الوصفة دي مش هنحكم نفسنا بأي بهارات، البهارات اللي تحبيها وتفضليها هنعملها. اي بهار الاطفال عندك حبوه في البانيه تبلي عادي، احنا مش هنحكم نفسنا. هو ليه تتبيلة معينة، بنحط صويا صوص، بنحط كاتشب، بنحط شوية حاجات كده وعسل. بس احنا مش عايزين نحكم نفسنا بحاجة ومش عايزين نعقد الدنيا لينا، لا احنا بنسهل العملية شوية علينا. دي بهارات يعني بهارات فراخ اللي تفضليها واللي تحبيها والاطفال يفضلوها. هنقلبها كويس قوي مع الزبادي والليمون والزيت. احنا هنا المفروض كنا نحط معلقة محسن اللي هو ملح صيني او المحسن ده، او ممكن معلقة عسل او معلقة سكر، التلاتة دول متاحين معاكي هيخلولك البانيه جميل جدا. هنغطي بقى البانيه ونحطه في التلاجة ونقفل العلبة كويس قوي عليه عشان ما يفوحش ريحة التلاجة يبوظلي الدنيا. هنا بقى معايا ايه، معايا حلة على النار فيها معلقتين سمنة وفيها معلقة زيت، وجبت هنا سكر معايا هنحط منه معلقة سكر واحدة على السمنة والزيت دي، وهنهدي عليها النار ونسيبها تتكرمل. احنا هنا بنعمل ايه، هنعمل رز الريزو برضو بطريقتنا البسيطة والسهلة. احنا هنا معانا عشان نبسط كل حاجة علينا، مفيش حاجة تبقى صعبة، هنبسط الصعب كله. تمام، انا هنا سبته بقى على نار هادية لحد ما اتكرمل زي ما انتوا شايفين. وكنت خرطت البصل بتاعي طبعا ونزلت بيه على طول على زيت سخن علشان اشوحه كويس جدا. في هنا حاجة، البصلة عشان تخرجي الهوا منها يا اما تعمليها في حلة ناشفة من غير اي مادة دهنية، يا اما يبقى زيت سخن جدا وتنزلي على طول على البصل. هنا انتي بتخرجي كمية الهوا اللي جواه. انا هنا عملت ايه، حطيت معلقة كاري، معلقة كركم، ويعني طرف المعلقة كده فلفل اسود، يعني طبعا معلقة صغيرة مش معلقة كبيرة ومش مليانة ممسوحة. تمام، وقلبت البصلة كده مع ايه الثلاث بهارات دول، ونزلت بالرز بتاعي ده رز مصري عادي، غسلته وسبته في المصفى يتصفى على ما اشوح البصلايه بتاعتي. وطبعا البصلايه انا ما شوحتهاش للاخر، يعني دبلت كده معايا، وبعد كده نزلت بالرز هقلب اقلب كده كويس جدا. وهنجيب ايه شوية يعني قالب ماجي طبعا النوع برضو اللي تفضليه، وهنزل بيه على الرز بتاعي، رز الريزو اللي احنا هنعمله بطريقتنا السهلة البسيطة. هنعمل ايه بقى، هنجيب هنا معلقة عسل اسود، معلقة شاي يعني مش معلقة كبيرة، وهننزل بقى بمعلقة كبيرة كاتشب. تمام، وهننزل بمعلقة من الصويا، وهنقلب بقى ايه، قلب كده الثلاث مكونات دول مع بعض. تعالوا نشوف هنعمل بيهم ايه. هنا الرز بتاعي على النار قلبته برضو شوية تاني عشان يبقى سخن كده، ونزلت بيه الثلاث حاجات اللي انا عملتهم، العسل اسود والصويا والمعلقة الكاتشب. وكنت فورت الكتل عشان انزل بيه على الرز ويبقى سخن. احسن حاجة وافضل حاجه تخليلك الرز يطلع مفلفل وجميل ان انت تكوني حاطاله ميه مغليه، بلاش ميه بارده من الحنفيه. جربي وشوفي الطريقه دي هتعجبك جدا. هنا جبت شويه دقيق على نشا، على يعني طرف المعلقه كده بيكنج باودر، والبهارات برضو الفراخ اللي بفضلها، وحبيت احط كده حبه كركم عشان الفراخ يبقى لونها اصفر كده وجميل. واقلبهم بقى كويس جدا. هنا النشا على دقيق على البهارات اللي انا افضلها على بيكنج باودر عشان ينفش كده ما يبقى لطيف وظريف، والبهارات اللي افضلها، وطبعا الكركم عشان يبقى لونه اصفر كده وظريف. واقلب بقى كويس كده الدقيق. هنعمل ايه، تعالوا نشوف الخطوات اللي هنمشي بيها.
هنبدر كده البانيه في الدقيق وبعد كده هننزل فيه في المية خطوة كده، خطوة بخطوة كده بالراحة، وايد تبقى للمية وايد للدقيق، ما تبقاش نفس الايد للدقيق هي نفس الايد للمية، عشان ما يبقاش ايدك مليانة عجين. تمام، زي ما احنا شايفين كده هنكرر العملية مع كل الكمية الباقية دي عشان تدينا الطبقات اللي احنا بنشوفها كده عليه. تعالوا بقى نعمل صوص هنا. ده المايونيز اللي احنا كنا عاملينه مع بعض، وده كاتشب جاهز عادي. حط معلقة مايونيز على معلقة مستردة على معلقة كاتشب، لا جميل. حط معلقة مستردة بقى. عايزه اقولكم انا اليوم ده كنت كل دقيق، يعني بجد ترنج اللي كنت لابساه كان كله دقيق. حبيت بقى ادلعهم كمان واعمل لهم صوص الشيدر. حطيت لهم نوعين صوص، يعني صوص الشيدر والصوص اللي هو كاتشب على مايونيز. هو المفروض كنت قطعت عليه كمان خيار مخلل، بس بصراحه ما سمحش ان انا اعمل خيار مخلل واقطع، لان في خيار بيتخلل على طول في نفس اليوم. بس بصراحه اليوم ده ما قدرتش ان انا اعمل فيه الخيار السريع دوت. هبقى اعمله معاكم في مره ان شاء الله. وهنا كان الرز خلاص استوى، والبانيه استوى كمان اهو. بانيه كنتاكي ده يا جماعه. هنجيب بقى العلبة دي مش للفشار بس، العلبة دي بجد يعني كنز في بيتك للأطفال. والرز بقى زي ما بتيجي بالظبط العلبة كده من بره. فرحي أطفالك، فرحي بيتك، فرحي نفسك بحاجات بسيطة وجميلة موجودة في البيت. دي كانت كده فكرة كده بسيطة على الماشي عشان تفرحي أولادك ونفسك. وادي الصوصات كمان جنبيها، وادي طريقة التقديم. حاجة يعني بجد شغل جميل جدا وهيعجب الأولاد وهيفرحوا بيه جدا، وانتي طبعا هتفرحي لفرحتهم. دي كانت حلقة النهاردة، فكرة بسيطة وخفيفة. يا رب تكون الفكرة عجبتكم ووصلت، وما تنسونيش باللايك. سلام.